السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورته حلوه قوي وسهله، وان شاء الله تعجبكم. مش هتاخد تكلفه حاجه ان شاء الله. يعني اقتصاديه وسهله للمبتدئين يعني. زي ما انتم شايفين كده الشكل، يعني طبعا بيتكلم عن نفسه. هنبدأ يلا مع بعض نعمل السبونج بتاعنا. هنضيف 6 بيضات، عليهم معلقه صغيره فانيليا، وهنضيف كمان نص كوبايه من الميه، وعندي هنا معلقه صغيره محسن جل، ونص كيلو دقيق سبونج. هنحطهم بعد ما نضرب البيض كده والميه مع بعض كويس زي ما انتم شايفين كده. هنضربهم كده وبعدين هنبدأ نضيف دقيق السبونج. هنوقف ضرب ونضيف دقيق السبونج بتاعنا، وهنضيف كمان معلقه صغيره محسن جل. هنضرب بقى المكونات بتاعتنا كويس قوي لحد ما القوام يبقى كريمي كده وناعم، زي الكريمه بالظبط، زي الكريم شانتيه بالظبط كده. تمام، شايفين يا جماعه القوام عامل ازاي؟ بجد تحفه قوي. هننزل كده الكريمه. قوامه حلو قوي. عندي هنا صينيه فيها ورقه زبده، بس اهم حاجه الصينيه تكون الحراف بتاعتها عاليه، عشان خاطر لما تيجي الكيك بتاعنا يعلى، يعني يبقى فيه مساحه كده. هندخله بقى الفرن على درجه حراره 180، على الرف الاوسط، يعني ساعه، ساعه الا ربع كده. انا طبعا لقيت المقدار ده كتير، فانا قصته في صينيه تانية. هنعمل بقى الحشوة بتاعتنا. هنعملها كريم شانتيه، لو عندك كريم سايل تمام. هنضيف كده ربع كيلو كريم شانتيه، عليه نص كوباية كريم باستري، عليه كوباية مية متلجة، وعليه كمان كوباية لبن متلجة، وعليه نص كوباية سكر. هنضرب كله كده مع بعضه. هنبدأ كده نضرب الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. بجد الطريقة دي هتبقى الكريم متماسك جدا، واستحالة ان هو يفك منك، استحالة ان هو يسيح منك كده من على التورته او يبقى شكله مش لطيف يعني. هننزل كده بالكريمه كده اللي في السلاح بتاعنا، هننزلها. هندخل بقى الكريم شانتيه بتاعنا ده التلاجة لحد ما نبدأ ايه نزين التورته. انا عندي هنا هقشر مانجا زي ما انتم شايفين، اقشر المانجا. اهم حاجه المانجا ما تبقاش طريه عشان نعرف نتحكم فيها ونقطعها كويس. هنقشرها كده كلها. ممكن يا جماعه نعملها بالفواكه يعني كلها، مش لازم يعني المانجا اساسي يعني. زي ما انتم شايفين كده. انا زودت كده واحدة علشان خاطر هعملها كده ايه، قطع كده. هعملها كده قطع على يعني زي صوص كده في النص، يعني بين الحشوات. هنبدأ كده نقطعها بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. هنشيل بقى اول حتة كده، انا هنا كنت باكلها يعني عادي وانا واقفة. فهنبدأ بقى نقطع كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة الشرايح تبقى رفيعة، عشان كل ما بقت رفيعة كل ما بقت ايه بتمسك من على بتمسك على التورته احسن يعني. هنبدأ بقى نقطع كده شرايح رفيعة، وزي ما اتفقنا المانجا تبقى ايه متماسكة مش طرية. هنشيل بقى برضو اول حتة كده. شايفين التقطيع حلو قوي.
شايفين يا جماعة؟ انا بعمل يعني انا عملت كمية هنا زيادة يعني، زادت معايا جدا يعني، مش لازم نعمل الكمية دي. هنبدأ بقى كده نعمل قطع كده مانجا، نقطعها كده قطع عشان نعمل الصوص اللي انا هحطه كده في النص. هقطع كده قطع زي ما انتم شايفين. اظن يعني الفيديو يا جماعة ايه شارح نفسه بجد يعني. هنحط كده المانجا، هنضيف كمان ربع كوباية من المية وربع كوباية من السكر ومعلقة عسل جلوكوز كده، وهنضيفهم على النار لحد ما يغلوا مع بعض 5 دقايق، وبعدين نطفي النار، وبعدين نضيف معلقة جيلاتين علشان القوام بتاعنا يتماسك، ونحطه في التلاجة. هنا قطعنا التورتة كده 3 قطع. اهم حاجة يا جماعة يعني تركية مهمة جدا، ان احنا نسيب التورتة لتاني يوم. الكيكة بتاعتنا الاسفنجية نسيبها لتاني يوم لحد ما ايه يعني تهدى كده، ونكون مغطينها بفوطة او حاجة، علشان انا كنت لسه عاملاها وبدأت فيها شغل على طول، فكانت ايه بتتفرفت معايا شوية، فلازم ايه نسيبها لتاني يوم. هنبدأ بقى نفرد كده طبقة الكريمة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وهنبدأ بقى نحط الصوص الجميل ده اللي انا عملته معاكم، بجد طعمه حلو قوي. هنبدأ بقى نحط الطبقة التانية وهنسقيها بقى الكمبوت ده. انا عندي مية كمبوت كده، ممكن نحط اللي متوفر عندنا عصير برتقان اي حاجة. هنبدأ برضو نضيف كده الصوص اللي انا عملته، هنحط اخر طبقة نشربها برضو، ونبدأ بقى ايه نساوي. ممكن عندك كيس حلواني كده تفردي بيه، وبعدين نبدأ بقى بالسكليبر نساوي كده، او بالسكينة عادي اللي متاح عندكم. بصراحة انا بحب الشغل اكتر بالسكينة، اسهل يعني في الشغل زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ كده نسويها زي ما انتم شايفين، لو في دفوهات كده باينة نحاول نداريها. ونبدأ كده نحط السكينة في مية دافية عشان تبقى شكلها حلو اكتر معانا مستوية اكتر. انا مش محتاجة اصلا يعني تبقى ايه متسوية اكتر من كده يعني، لان كده كده هحط عليها المانجا وهتتدارى كلها. لكن لو مش هنحط عليها المانجا فهنحتاج ايه ن... يعني نسويها اكتر من كده. هنبدأ بقى نحط المانجا بالشكل ده، هنحطهم جنب بعض كده على بعض كده، يعني كل واحدة على واحدة كده، مش ايه ما نخليش الكريمة تبان خالص. بجد يا جماعة التورتة دي هتعجبكم، كان طعمها حلو قوي يعني، اللي كلوها يعني ما شاء الله يعني عجبتهم جدا. هنبدأ كده الرز زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل ده. اظن يعني الفيديو شارح نفسه يعني، طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. اهم حاجة تكون شرايح المانجا رفيعة عشان تثبت اكتر على التورتة وما تنزلش معايا. لو في شريحة تخينة كده نستبعدها عشان هتنزل مش هتقعد. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو قوي بجد.
عندي كمان كيوي كده، هقطعه واحطه على الوش برضو. لو متوفر عندك فراولة، اي نوع فاكهة انت عايزة تحطيه ممكن تحطيه عادي. هنحط كده كيوي زي ما انتم شايفين، شرايح كده. وعندي كده تفاحة مقطعة بالشكل ده، حلو قوي. هنبدأ بقى بفرشة كده وندهن كده الوش، هندهن كده الوش من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض. وهنبدأ بقى لو عندي سوداني او بشر كده نبدأ نحط تحت كده سوداني او اي مكسرات يعني متوفرة عندك. هنبدأ نحط كده تحت في الاطراف كده اللي تحت اللي باينة دي، زي ما انتم شايفين كده. بجد يا جماعة شكلها تحفة قوي. شايفين الجمال يا جماعة؟ بجد تحفة، حلوة قوي. هنقطع بقى قطعة كده عشان نشوفوها جمالها كده من جوه، والطبقات قد ايه جميلة ورقيقة، حلوة قوي بجد تحفة. شايفين كمان من جوه عاملة ازاي طبقات قد ايه رقيقة وجميلة، حلوة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بوصفاتي الجديدة. وما تنسوش كمان تشاركوا الفيديو ده لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.